بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الخير على اعزائي المشاهدين، وحلقه جديده من خلال قناتي على اليوتيوب، وكمان تابعوني من خلال صفحتي على الفيسبوك. طبعا كل الناس اللي كانت بتتفرج على ماتش الاهلي وانبي كانت مستكنيصه كده، كانت متكيفه. كرة جميله، في شغل بيتعمل في الملعب، لعيبه قد المسؤوليه، جهاز فني قد المسؤوليه. فعلا احنا مش قلقانين من النادي الاهلي. النادي الاهلي مرعب افريقيا. النادي الاهلي اي فريق دلوقتي بيقابله بيبقى عامل له الف حساب وحساب. طبعا الاهلي خلص الماتش في اول 35 دقيقة طبعا من جون محمد شريف المخيف. جاب جون. الراجل ده كل ما بينزل كل ما بيثبت ان هو راجل راجل هداف بالفطرة، بمعنى ان هو بظهره للجون وحاسس هو فين من الجون بين الثلاث خشبات. الجون اللي جابه ده واحد هداف، زي ما قلت هداف بالفطرة. جون جميل، جون الراجل دوت ادى اداء ممتاز في الماتش دوت، جاب هدف. طبعا في حاجات ناقصه شريف المخيف، ناقصاه في حته ان هو يبقى جسمه اقوى شويه، يعافر على الكرة اكتر شويه، حاجات الميس باس اللي هو بيعمله. فشريف بس ناقص شويه حاجات، وان شاء الله هيبقى احسن واحسن. طبعا احنا محتاجينه الفتره دي لغايه ما ان شاء الله برضو زي ما الاداره وعدت وزي ما كولر طالب ان احنا عايزين راس حربه يبقى فنيا عالي، هيدرز عالي. احنا ناقصنا لعيب يلعب بدماغه، راجل يبقى هيدرز، جسمه قوي في الاحتكاكات في الجامب. فعلا احنا طبعا الناس كلها ما بتطالبش بالموضوع ده او طالبت بالموضوع ده، بس مستنيين الانتقالات الفتره اللي جايه ان شاء الله. بس عموما احنا عندنا كهربا وعندنا محمد شريف، الاثنين بسم الله ما شاء الله عليهم بيأدوا، والاثنين جايبين 9 اهداف، والاثنين مش هدافين اساسيين، بس كل واحد فيهم جايب 9 اهداف. طبعا احنا النادي الاهلي ماشي في خطى جماهير النادي الاهلي الفترة اللي فاتت. طبعا انا كنت سامع ان الناس عمالة بتنتقد كولر عشان خاطر الروتيشن وعشان خاطر اللعيبة ما بين قوسين اللي في الثلاجة. اثبت لهم في الماتش بتاع انبي ان كل مستوى الفريق الاساسي ومش الاساسي على مستوى واحد، بمعنى ان الناس اللي نزلت ادت ما عملوش المطلوب منهم، في اهداف ضيعوها زي قفشه والقندوسي وطاهر، مستواهم اقل شويه. بس في المباريات اللي جايه احنا محتاجينهم. الناس دي ادت، الناس دي بتتعب في التمرين. طبعا علي لطفي معلش قدر الله ما شاء فعل، اتصاب في المباراه. يا رب يكون بس شد خفيف ويرجع يلعب الماتشين الجايين. طبعا احنا عارفين ان الشناوي مش هيلعب ال3 ماتشات اللي جايين، بس علي لطفي ان شاء الله تكون الاصابه بسيطه. وبالنسبه لكولر هرجع لكولر. كولر راجل من بعد مباراه سان داونز، يمكن انا قلت الكلام ده، ابتدى يفهم افريقيا بتتلعب ازاي والدوري المصري بيتلعب ازاي. وهو راجل حتى في تصريحاته الاخيره كان الناس بتتكلم معاه على الشاره، فطبعا هو عارف القوانين وعارف الرولز اللي في النادي الاهلي، ان الشاره بالاقدميه. وقال انا مش هشغل دماغي بموضوع الشاره، وكل اللعيبه او كل الاداريين او كل الاداره او كل جماهير النادي الاهلي عارفه ان الشاره بتروح بالاقدميه. وبالنسبه لعلي معلول هو المهم عنده ان الاداء الفريق كله بيحب بعضه، الناس كلها خايفه على بعض. فبالتالي موضوع الشاره ده بالنسبه لعلي معلول هيجي. الناس كلها ليه يا محمد يا هاني ما اديتش الشاره لعلي معلول؟ هو مش مطلوب منه، انا راجل كابتن الفريق خلاص، انا كابتن الفريق، ومحمد هاني بيأدي، محمد هاني بيعمل اللي عليه، والناس كلها بتتعب. فانا اللي بطلبه من جماهير النادي الاهلي ما تدخلناش في فرعيات، ما مش عايزين نقعد ننتقد في لعيبه دلوقتي ساعات جمهور الاهلي بيزودها. طبعا انا عارف جمهور النادي الاهلي بيزودها لما يكون شايف ان احنا في بطولات داخلين عليها، شايف ان احنا عايزين نفنش السنه دي ب5 أو 6 بطولات على الاقل. فبالتالي ده حرص من جماهير النادي الاهلي على اللعيبه. طبعا بالنسبه لكولر السكواد بتاعه هو استغل كل اللعيبه تقريبا ما عدا 2، اللي هو ايمن اشرف وعلاء حمزه. حتى برونو سافيو عمل عليه روتيشن ولعب. الاثنين اللي لعبوش من السكواد كله اللي هم ال 35
زي ما قلت لك علاء حمزه وايمن اشرف. وبالنسبه لبرونو سافيو، طبعا انا كنت في نقطه اتكلمت فيها، الناس دي او اداره النادي الاهلي محتاجه انها تسوق اللعيب دوت، فلازم يلعب الثلاث مطوشه، يا اما هيبقى معرفش هيبقى حلها ازاي مع برونو سافيو. كان في القايمه الماتش اللي فات بتاع انبي بس ما نزلش، بس ان شاء الله باذن الله يبقى ليه نصيب في الماتشات اللي جايه، بحيث ان احنا نخفف على اللعيبه بتاعتنا الاساسيه، وفي نفس الوقت انت بتسوق للعيب زي دوت عشان تعرف تسوقه، وعشان نعرف نجيب فيه سعر يعني. ده بالنسبه للنادي الاهلي. قدم مباراه جميله، وان شاء الله تكون المباريات اللي جايه احسن واحسن. وطبعا الشغل الشاغل لجماهير النادي الاهلي نهائي دوري ابطال افريقيا مع الوداد. انا هتكلم عن النقطه دي طبعا، واحنا مش عايزين نضغط على اللعيبه في الموضوع ده كتير، بس كلمتين لازم اللعيبه ولازم الجماهير، وبقولهم لنفسي كمان، ان لازم اللعيبه تعرف ان النجمتين اللي خدهم الوداد 2017 تقريبا و2023 من النادي الاهلي، دول من حق النادي الاهلي. احنا اتظلمنا في الماتش الاخراني اللي اتلعب في المغرب، واتظلمنا في الماتش اللي هو 2017، وكلنا عارفين اللي حصل والنتائج اللي وصلنا فيها، ان احنا نوصل للنهائي وما ناخدش البطوله من الوداد. فالموضوع بالنسبه لنا دوري ابطال افريقيا السنه دي حياه او موت. طبعا انا بتكلم حياه او موت ما بين قوسين، يعني في الكوره لا اكتر ولا اقل. والفريق اللي يكون ذهنيا ومركز اكتر وبدنيا، والخطه اللي محطوطه والناس يوميها تكون في حاله نفسيه وبدنيه كويسه، ان شاء الله يكون التوفيق حليفه باذن الله. طبعا ده كده بالنسبه للنادي الاهلي والمباراه اللي اتلعبت، والحمد لله ان احنا في مستوى عالي جدا، بنقدم كره مميزه. احنا الاول كنا بنقول احنا محتاجين بس ان احنا نكسب الثلاث مباريات، لا دلوقتي انت بتكسب بتكسب باداء، فدي حاجه مميزه وتحسب لكولر. الموضوع الثاني اللي هتكلم فيه موضوع الاهلي وكهربا واتحاد الكوره. فالصراحه يعني انا شايف ان النادي الاهلي عمل اللي عايزه. النادي الاهلي بالقانون وباللوائح بيعرف ياخد حقه، وبيعرف ياخد حقوق لاعبيه. طبعا الفكره اللي وصلت لنا بعد ما عمل النادي الاهلي اخر موقف دوت، ان هو سحب القضيه المرفوعه على لجنه الانضباط، دي حركه صايعه قوي الصراحه يعني. وانا شابوه للنادي الاهلي ماشي بالقانون. قال لك كهربا هيلعب السوبر، وكهربا لعب السوبر وادى وجاب لنا ضربه جزاء. فانا صراحه بحيي، في ناس تختلف معايا وفي ناس توافقني. طب انت ليه قدمت القضيه على لجنه الانضباط ورجعت سحبت القضيه؟ في قانون، انا بحارب لصالح النادي الاهلي بالقانون. فلما صاحب القضيه، هي القضيه كان المفروض هتبقى يتنظر فيها يوم 14/5 فراحوا مأجلينها ليوم 28/5. فلما اتأجلت ليوم 28/5 الاهلي هيروح المحكمه يوم 28/5 ويتنازل عن الشكوى. فلما يتنازل عن الشكوى رسمي، هترجع المحكمه هتبعت للجنه الانضباط وتقول النادي الاهلي سحب الشكوى. فلما تسحب الشكوى هترجع لجنه الانضباط تبث في الموضوع، وهتروح للجنه الاستئناف. لجنه الاستئناف هتبص على الاحكام اللي طالعه او العقوبه اللي طالعه على كهربا، فبالتالي كده كهربا هيتعاقب. بس النادي الاهلي رقم واحد عمل ايه؟ كهربا لعب السوبر. كهربا لو نزلت عليه عقوبه هتبقى نزلت في الفتره اللي احنا خلاص مش محتاجين فيها كهربا، احنا محتاجينه افريقيا، وكده احنا مريحين كهربا دلوقتي. فشابوه للنادي الاهلي ان هو عرف ياخد حق اللعيبه بتاعته وحق كهربا بالذات، وفي نفس الوقت عرف اتحاد الكوره هو ماشي ازاي والمفروض يحصل ايه، وان النادي الاهلي مش سهل ان انت تلوي دراعه. فبالتالي شابوه للنادي الاهلي، شابوه للاداره، شابوه للجنه القانونيه. وانا شايف انت ليك قانون ماشي عليك وليك لوائح، اللي انت شايفه صح. انا بتكلم لوجهه النظر الثانيه اللي هي مش عاجبها اللي عمله النادي الاهلي.
انت ليك قوانين ولوائح هتمشي عليها بالقانون واللوائح، همشي معاك بالقانون واللوائح، وحقي وحقك، دي ما فيهاش حاجه تزعل. مع نهايه الخبر بتاع النادي الاهلي واتحاد الكوره، تبقى دي نهايه حلقتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.